متهيألي حاتم ضيفنا هو الأقدر بقى إن هو يقول لنا. طبعا أستاذ عصام أهلا بيك، منورنا في برنامجنا دايما، ضيف عزيز علينا. ويعني خلينا نبتدي من آخر حاجة. يعني احنا كنا بنحلم بحزمة بيرما، كنا في الفترة اللي ما قبل الماتش كده قلنا يا رب تبقى حزبة بيرما، لكن للأسف ما فيش حزبة بيرما، حتى فشلت حزبة بيرما بالظبط. وباي باي خلاص موضوع افريقيا كده كده، يعني السنه دي كده خلاص، او المره دي هارد لك ونبتدي نركز بقى. المباراه نفسها حضرتك شفتها ازاي؟ ونبتدي نخش بقى في التفاصيل. بص طبعا دي أسوأ مباراة للمنتخب المصري، لا في تركيز ولا في خطة ولا في شكل ولا في مضمون. واعتقد ان عدم وجود توازن حتى في الدفاع والهجوم كان هيؤدي الى ان المنتخب هيخسر على ارضه وسط جمهوره. يعني مش الخروج بس، لا دي كانت هتبقى ترجمة الفعلية لخسارة وهزيمة بإصابة تهديف، يعني حاجات برقم انفرادات كتير قوي. وده الأمر اللي كان هيوجع جامد يعني. رغم ان هو طبعا الخروج المبكر ده بيعتبر في حد ذاته طبعا كارثة، ان بطل افريقيا ل3 مرات متتالية انه ما يوصلش للنهائيات. ولو بصيت انت للتصفيات الاولى اللي هي المرحلة اللي شغالة دلوقتي، هتلاقي فرق كتيرة جدا حققت انتصارات وتقدم في مسيرة الوصول. لكن ان احنا نخرج بعد الجولة الرابعة ولسه في الجولة الخامسة والستة، يعني مش بنخرج حتى من اخر جولة، يعني يعني اخر ماتش زي ما حصل في كاس العالم، حاجة ماتش فاصل يبقى الامال حتى فيها وجود لدى الناس يعني. لكن للاسف الشديد الامر كان محسوم بدري قوي، ويمكن ده نتيجة اخطاء متراكمة للاسف الشديد. ان احنا المفروض لما نوصل للقمة نفكر بتفكير القمة نفسه. يعني الكابتن حسن شحاتة هو مدرب قدير وتاريخ مشرف، سطره بجهد وبعرق، سواء لعيب وسواء كان مدرب. لكن كان من الأفضل وكان من الأحسن وكان من المنطقي وكان من العقلاني إن هو وهو في عز المجد إن هو يترك المسؤولية ليتجدد الفكر وليتجدد الموضوع بحد كبير لدى رؤية مختلفة بالنسبة لمدرب جديد. وده الأمر الطبيعي اللي بيحصل في العالم كله. يعني في منهج أكبر بطولات العالم وهو كأس العالم للمنتخبات، دايما هتلاقي اللي بياخد البطولة بيتغير بعديها، ما بيقعدش للبطولة، ما بيقولوش أصله هو وشه حلو فيستمر. المنهج بقى اللي هو استاذ عصام، انت مع مدرب وطني يمسك بعد استقالة كابتن حسن شحاتة لغاية 2013 او 2014 اللي هي تصفيات كاس العالم 2014، 2013 اللي هي تصفيات بطولة افريقيا الثانية اللي هي هتتلعب في ليبيا؟ هو طبعا ثبت مما لا شك فيه ان المدرب الوطني مدرب مميز بالنسبة للمنتخب. يعني من ايام الكابتن الجوهري وبعدين الكابتن حسن شحاتة، هو ده كان الرصيد الحقيقي للبطولات بغض النظر على بطولة 86. فأنا أتمنى طبعا أن اللي يجي يبقى أفضل أو على الأقل على نفس مستوى الكابتن حسن شحاتة، لأن أي مغامرة بتعتبر نوع من القمار. لأن ما أعتقدش أن الشعب المصري أو جمهور الكرة في مصر ما عندوش أي بدائل أن هو ممكن أنه يخرج برضه من تصفيات 2013، لأن دي تعتبر كارثة في تاريخ مصر الكروي. احنا بنقول ان الفترة دي او التصفيات دي شفع للجهاز الفني 3 بطولات متتالية، لكن طبعا اكيد في مرارة ان تاريخ مصر وحاضرها وامكانياتها وقدراتها سواء الفنية او المالية ما تجعلهاش تخرج من التصفيات الاولى. فانا اتمنى ان يكون في تأني في الاختيار. مش مهم الماتشين الجايين، لان الماتشين اللي جايين تحصيل حاصل ايا كان الوضع، ولكن لابد ان يكون هناك اختيار مميز جدا جدا جدا، لان ما حدش هيحتمل اي خطا اي اخفاق. فطبعا انا شايف ان النهارده في تعجل. انا شايف احنا ما خدناش نفس. يعني هل من الممكن
ان انت تخرج امبارح ولا اول امبارح وتعين مدرب وتعين تاني بكره. النهارده لا أو بكرة. انت فين فرص الاختيار؟ فين الوقت انك انت تحط قدامك 30 40 سي في لمدرب بره مصر وجوه مصر؟ وبعدين ان كنت انا بفضل المحلي فلما لا الاجنبي؟ لو كان الاجنبي اللي جاي ده على مستوى مميز وتاريخ. كويس جدا وتاريخ ويقدر وبيعرف يضيف يتعامل مع اللاعب المصري مهمه جدا. ويقدر يضيف، احنا ما عندناش ادنى مانع. طب لكن ان احنا كده في 3 4 ايام نختار واحد نقلب نشيله الموضوع حط كده وكأن مثلا المنتخب ده يعني ما يعني كان انا عندي ماتش مثلا مش الاسبوع ممكن. الجاي لا ولا لا لا حاجة، مش- او ان طب احنا داخلين في نهائيات بعد اسبوع او 2 مثلا انا عمري ما شفت كده لا في اي دول يا ولا متقدمه ولا مش متقدمه. ما اعتقدش ان ده منهج متوازن نفسيا. ده انا اعتبر ان ده رد فعل لامتصاص لتهدئة غضب. الجمهور لامتصاص غضب، لكن العقل ما بيقولش كده. اكيد. ده انت حتى تاخد نفس شويه. استاذ عصام، لو تولى حد من المنتخب وفي الماتشين اللي باقيين لنا ابتدى يجرب وخسرنا، وده وضع وده طبيعي انك وارد ممكن وطبيعي. تخسر، يعني مفيش جدل. ما هل خسرت قبل كسبتش كده. ولا ماتش؟ هل جمهور مصر تقبل هذه الهزيمه تاني؟ لا الهزيمه لان هم رغم انشغاله بالاحداث السياسيه واللي بيحصل في البلد والكلام ده كله، هل هنتقبل ممكن نخسر؟ اقول لك حاجه، مش عايز بقى اربط حته الثوره والتغيرات السياسيه والهيكليه والاداريه جوه مصر، لان لو كان في انشغال ما كانش استاد الكليه الحربيه تاني، ما كانش فيه اهتمام اعلامي كده، ما كانش ماتشات الدوري تحصل الاهتمام ده والمنافسه تشتد بالشكل ده، ويكون في اصرار انك انت تكمل المشوار ايا كانت الاوضاع وايا كانت الظروف وايا كانت الملابسات. تمام. لكن